سلام البنات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح في صحة جيدة. مرحبا بكم من جديد في قناتي مع وصفاتي. كما راكم تشوفوا معايا اليوم جبت لكم واحد التحلية رائعة رائعة رائعة. نتمنى كامل تجربوها وتقولوا لي آراءكم في التعليقات. وقبل ما نبداو في الفيديو تاع اليوم نقول لكم حبيباتي راني نجيب لكم وصفات هايلين، ما تبخلونيش بجام صغيرة فقط باش يلحق هكا، باش الفيديو تاعي يلحق الناس كامل، باش نفيد به اكبر عدد من الناس واكبر عدد من الناس يشوفوه. دونك الوصفة تاعي وش فيها؟ جد جد اقتصادية، ما فيها والو يعني، ورائعة. فيها الحليب، فارينة، نشا، والفلون والسكر، لافاني، هذو هما المكونات اون جينيرال. دوك نعرف لكم بالتفصيل واش درت فيها. عندي هنايا الطبقة الأولى 2 كؤوس حليب، درت 2 هذا مكان، داروا لي 3 فيغين هذوك اللي شفتهم على الأول. 2 كؤوس حليب، 2 ملاعق سكر، 2 ملاعق نشا، و2 ملاعق فارينة كما شفتوا معايا. 2 سكر، 2 فارينة، 2 نشا، وعندي شوية فاني، نصف ملعقة تاع فانيليا. هذا مكان، هذه هي الطبقة الأولى. نحرك هكا كلشي، نخلطو بارد في بارد، نحركهم مليح ونحطهم على النار حتى يثقالوا. هنا ما لازمش نحبس الخلط خلاص باش ما يخرجوليش هذوك الحبيبات في هذا الكريمه تاعي. دونك نخلط هكا، نخلط حتى تثقل معايا الكريمه. بعد ما تثقل مليح، دوك تشوفوا معايا بعد ما تثقل مليح نزيد لها نص مغرف مارغرين. هذا مكان. دونك وهكا تكون الطبقه الاولى تاعي جاهزه. طبقه بزاف بنينه، كريمه بزاف بزاف بنينه. كما قلت لكم نتمنى تجربوها وتشوفوا معايا النتيجه. اكيد راح تشوفوا النتيجه هايله واكيد راح تعجبكم. شوفوا هنا الخليط تاعي راهو بدا يثقل. بعد ما يثقل نحيه على النار. شوفوا هنا الخليط تاعي راهو ثقال، رائحة زكية جدا، رائحة يعني شهية جدا بهذيك الفانيليا، وبنينة ما بنينة بزاف بزاف. كما قلت لكم حبيباتي جربوها جربوها ما تندموش فيها. هنا زدت نصف ملعقة تاع مارغرين ونخلط مليح. من بعد نفرغ هذا الخليط، نفرغه في الكؤوس تاعي، في لي فيغين هذو. يعني حاجة تقديم، كل وحدة كيفاش تحب تقدمهم. انا هكا ميلتهم شوية هاد الكؤوس باش تجيني طبقة مائلة. من بعد نعاود نحطهم قد قد ونزيد الطبقة الثانية. هنايا حطيتهم كيما هك. نفرغ هذاك الخليط في الكؤوس تاعي ومن بعد نزيد الطبقة الثانية. هنا عندي شوية حبيبات تاع فراس، نقطعهم مربعات صغيرة ونزيد لهم شوية سكر، نحطهم فوق هذا الخليط. دوك تشوفوا معايا بالتفصيل. هنايا ها هو بعد ما حطيت الخليط الاول، الطبقة الاولى حطيتها في هاد لي فيغين ونخليوها تبرد شوية، راهي يعني ثمثم تجمد، ثمثم تبرد وتجمد. هنا الطبقة الثانية واش ندير فيها؟ يعني بعد ما نكون حطيت هذوك الطبقة الثانية عفوا تاع الفخاز، هذه الطبقة الثالثة. هنا نكون قطعت هذوك الفخاز، نكون قطعته الى قطع صغيرة وندير فيه السكر باش يطلق شوية هذاك الماء تاعو. الطبقة الثالثة واش فيها؟ عندي 3 كؤوس تاع حليب، عندي ملعقتين تاع سكر، ملعقة فارينة، وملعقة نشا، وعندي باكي تاع فلون تاع عفوا تاع فراولة. السكر يعني كيما تحبوا، كل وحده كيف تحبوا، لكن هذا هو يعني الانسب. درت ملعقتين فقط، وست ملعقه فرينه، وملعقه نشا، وباكي فلون تاع فراوله. هنايا ثاني نخلط بارد في بارد، ونحط الكريمه تاعي على النار حتى يثقل معايا الخليط، نديرو كطبقه ثالثه. كما قلت لكم التزيين اختياري، كل وحده كيفاش تحب تزين، كل وحده كيفاش تحب تزين لي فيغي تاعها. هنا الطبقة الثالثة راهي واجدة، كما راكم تشوفوا خلاص راهي اختارت لي خلاص. في هذه المرحلة واش ندير؟ نحي شوية قيس 3 إلى 4 ملاعق من هذه الكريمة، نحطها في بول هكا وحدها باش تبرد، باش من بعد نخلطها مع الشونتيي ونفرغ في هذيك لاكريم هذيك، نفرغها في الفيغين تاعي. شوفوا هنا الفراولة بعد ما قطعتها إلى قطع صغيرة وحطيتها في شوية سكر. هنا راني فرغت شويه قيس، من بعد تشوفوا معايا قيس 4 ملاعق تاع هاد لاكريم هذه باش من بعد نطلعهم على شونتيي. من بعد نحط هذيك لاكريم هذيك اللي بقات، نحطها كطبقه ثالثه في هذوك لي فيغين. شوفوا هنا الفراوله تاعي بعد ما يعني ما تحتاجوش بزاف فراوله، شويه فقط. هنا نوقف الكؤوس تاعي، لي فيغين نوقفهم نحطهم عادي، ونفرغ هذيك الطبقه الاخيره نتاع الفلون تاع لاكريم هذه تاع الفلون. كما قلت لكم حبيباتي راهي تجي بزاف بزاف هايله. هنايا هاد لاكريم هذه شويه تاع لاكريم هذه اللي خليتها نحطها تبرد، لازم تبرد مليح مليح باش نقدر نطلعها مع لاكريم شونتيي.
هنايا حطيتها راهي بردت بيان. شوفوا راني قيست هكا مبدئيا فقط، قيس 4 ملاعق، يعني ماشي شرط حساب بالتدقيق، قيس 4 ملاعق فقط، ونزيد لها نضيف لها 4 ملاعق تاع لا كريم شانتيي، 3 ولا 4 ملاعق، حتى 3 ملاعق راهم يكفيو، 3 إلى 4 ملاعق تاع كريمة الشانتيي، ونطلعها مليح بالباتر، ومن بعد نزين بها لي فيغي تاعي كطبقة أخيرة. هنا درت 4 ملاعق، يعني ماهمش معمرين بزاف بزاف، ولكن لا كريم تاعي لازم تكون بارده، لازم تبرد لي مليح باش نقدر نطلع بها لا شانتيي. هذه هي الطبقه الاخيره تاعي. بعد ما نكون طلعتها مليح، نزين بها لي فيغين تاعي، وتخرج لي طبقه اخيره لذيذه رائعه جدا. يعني نتمنى من قلبي تجربوا هذه الوصفه اللي بزاف بنينه. بنينه صح صح، دوك تجربوها وتقولوا لي ارائكم. يعني حتى المنظر رائع جميل جدا. نتمنى تجربوا الوصفة، وما تبخلونيش كيما قلت لكم، ما تبخلونيش بلايك لا فيديو باش يلحق الناس كامل. واللي ما اشتركتش في القناة نقولها مرحبا بك في قناتي. اشتركي في القناة باش يوصلك كامل جديد تاعي. الى اللقاء في فيديو اخر حبيباتي، في وصفات اخرى.